ما بتمسكش غير شنط من ماركات عالمية، وشنطة واحدة عندها ممكن سعرها يوصل ل5 مليون جنيه. أما الطرحة اللي بتلبسها فسعرها عادي يبدأ من حوالي 2000 جنيه. ورغم الحياة الفخمة دي، لو قربت منها تتفاجئ بأنها إنسانة في قمة التواضع والاحترام. قبلت بصلاح رغم الفوارق ما بينهم، وكان بينهم قصة حب من أيام الطفولة. كانوا بيهربوا من المدرسة عشان يتقابلوا، وصلاح عمل كل حاجة عشان يتقدم لأهلها، وكانت وش السعادة عليه في مشواره كله. حكايتنا النهاردة عن ماجي صادق، زوجة النجم العالمي الكينج محمد صلاح. حكايتنا بدأت من قرية نجريج في محافظة الغربية، نفس المكان اللي خرج منه حلم اللاعب المصري الأشهر في العالم كله مو صلاح. وهناك قابل صلاح ماجي صادق، زميلته في الدراسة من أيام الطفولة، واللي اتحولت حرفياً لحب حياته كله. تعالوا بقى نعرف شوية تفاصيل بسيطة عن ماجي. اتولدت سنة 1994 في محافظة الغربية، تحديداً في مركز بسيون، وسط أسرة متوسطة الحال. والدها ووالدتها كانوا مدرسين، عاشت حياتها هادية بعيدة عن الشهرة والأضواء تماماً. قصة حبها مع صلاح بدأت من أيام إعدادي، لما كان صلاح لسه لاعب ناشئ في نادي المقاولين، وهو لسه بيحاول يشق طريقه في كرة القدم. كان بيروح القاهرة كل يوم تقريباً علشان التدريبات، والرحلة دي كانت بالنسبة له رحلة طويلة وصعبة ومرهقة جداً. لكن وجود ماجي جنبه كان دايماً مصدر دعم ليه في طول الوقت. كانوا بيهربوا من المدرسة أوقات عشان يقعدوا مع بعض، ومن هنا بدأت قصة حب استمرت لسنين طويلة. قصة بدأت بحب طفولة، براءة أطفال، وكبرت مع كل مرحلة جديدة في حياة محمد صلاح. ولما حصلت له أزمة كبيرة في مسيرته بعد تعثر انتقاله لنادي الزمالك، دخل في فترة صعبة جدا، كان محبط جدا جدا. لكن ماجي كانت من أكتر الناس اللي وقفت جنبه، شجعته إنه ما يستسلمش، وإن فرصة الاحتراف في أوروبا ممكن تكون هي البداية الجديدة لانطلاقة أقوى بكتير. وفعلا لما جاله عرض الاحتراف من نادي بازل السويسري، كان القرار وقتها صعب، لأنه معناه إنه هيسيبها ويسافر بعيد. لكن الحب كان أقوى من كل المسافات. بعد أول خطوة حقيقية في طريق النجومية، صلاح دخل بيت أهلها واتجوزها بالظبط سنة 2013، بعد قصة حب استمرت حوالي 10 سنين. بدأوا مع بعض رحلة جديدة من سويسرا لإنجلترا، مرورا بتجارب كتير لحد ما وصل لمرحلة التألق مع ليفربول، ووصل دلوقتي للدوري التركي. الكل كان فاكر إن صلاح اتجوز بنت بسيطة مش متعلمة، لكن الحقيقة كانت عكس كده تماما يا جماعة. لما صلاح اتقدم لماجي، كانت هي حاصلة على بكالوريوس التكنولوجيا الحيوية من جامعة اسكندرية، في الوقت اللي هو كان لسه لاعب صاعد بيحاول يثبت نفسه في مجال كرة القدم. بس خلال الرحلة دي ماجي كانت اختارت إنها تفضل بعيدة عن الأضواء والشهرة والسوشيال ميديا والكلام ده كله، رغم إنها بقت زوجة واحد من أشهر لاعبي العالم، لكنها حافظت على حياتها الخاصة وبيتها، اتمسكت بحجابها وبشخصيتها، وما خضعتش لضغوط المقارنات أو الانتقادات اللي اتعرضت ليها طبعا، وده طبيعي على السوشيال ميديا. كتير حاولوا يقارنوها بزوجات نجوم عالميين زي جورجينا وأنطونيلا زوجة ميسي، وظهرت إشاعات كتير عن علاقتها بصلاح بسبب الصور أو الحملات الإعلانية اللي بيشارك فيها مع طبعا عارضة أزياء فنانات معروفين. ولكن ماجي فضلت بعيدة عن كل الكلام ده ومكبرة دماغها. الناس شافتها دايما في المدرجات بتدعمه، وفي المناسبات المهمة وواقفة في ظهره، لكن حياتها الأساسية كانت مع أسرتها وبناتها مكة وكيان، وكمان مع ابنها الجديد اللي انضم للعيلة. ماجي اختارت تكون شريكة حياة وأم قبل أي حاجة، بتهتم بتربية بناتها، بتحرص إنهم يتعلموا اللغة العربية والقيم والقواعد اللي اتربوا عليها المصرية. وكمان كان ليها دور في الأعمال الخيرية المرتبطة بمحمد صلاح، دايما كانت بتشارك في مساعدة أهالي بلدها، خصوصا تجهيز العرايس للأسر البسيطة في بلدها. ورغم إن حياتها دلوقتي بين أوروبا والشهرة العالمية، لما بترجع بلدها بتحافظ على بساطتها، وبتظهر بملابس بسيطة بعيدة عن الرفاهية ومظاهر الترف. وعلشان كده كل الناس بتحبها، وشايفة إنها سبب كبير في نجاح النجم المصري العالمي مو صلاح.